هوريكم حاجات جبتها اونلاين وهقول لكم رايي فيها، ودي حاجات جبتها السنه اللي فاتت. فتحت الابلكيشن واخترت السنه اللي فاتت، وكل صوره هطلعها في الحقيقه واقول لكم رايي فيها. السترين مش اول مره اجربه، حلو قوي، والبنطلون ده مريح قوي وخفيف للصيف وهو اللي انا لابساه، وكفر الايباد برضو طلع حلو قوي. الصدمات بقى في حاجه زي كده طالباها كده جات لي كده فتمام. تاني صدمه وهو جهاز ازاله البثور السودا ده، اديت له كذا فرصه بس هو بجد ما عمليش غير كدمات، ودي بتدي افكت مش اكتر من يوم. شنطه الالوان دي بقى حلوه قوي وفيها الوان كتير، وفيها القلم فيه من ناحيتين كده سن رفيع وسن عريض شويه، بحبها بصراحه وبلون بيها. المايك ده حلو فعلا بس انا غيرته بموبايل فما بقاش بينفع معايا. حاجه بقى جبتها ومحدش استخدمها مع انها فعلا منظمه جدا، وهي دي اللي بتنظم الادويه في الاسبوع وفي اليوم، يعني صبح ظهر ليل، بس تمام يعني هحاول انا استخدمها. الجلافز دي مش اوريجينال بس حلو، والكحل ده فعلا حلو وثابت وانا بستخدمه اصلا كايلاينر. نود شيفنج كريم فعلا حلو. مكوة البخار دي من احسن القرارات اللي انا خدتها ان انا اشتريها، وفعلا كويسه جدا معايا ومريحه، خلتني عايزه اكوي الستاير. انتوا متخيلين؟ الولاعه دي بتتشحن وحلوه جدا، انا جبتها لماما بعد كده جبت واحده ليا. وده يبقى اول فيديو من حاجات جبتها اونلاين وبس كده.